السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتنا انجينيرنج ساينس. تحب مجال العربيات اشترك في القناة وفعل الجرس. هنتكلم النهارده على العربية اللي موجودة معانا في التصوير، عربية تويوتا رش 2023. هي نفسها 2022 لا جديد يذكر. طبعا هنتكلم عن التفاصيل والأداء بدون الكلام عن الأسعار، ده نظرا للتغير السريع والرهيب في الأسعار حاليا في السوق المصري. طبعا زي ما احنا عارفين في عام 2016 شركة تويوتا تي ام سي استحوذت على شركة ديهاتسو، فطبعا هتلاقي تويوتا رش هي نفسها ديهاتسو توريوس الجيل الثالث بتاعها، هتلاقيها في دول تانية باسم ديهاتسو توريوس. تمام. طبعا العربية بتنزل في مصر بضمان 5 سنين او 150 الف كيلو ايهما اقرب. العربية بتنزل شاسيه تقليدي عادي، لادر فريم مع نظام تعليق امامي ماكفيرسون، نظام خلفي اكسيال تايب 5 لينك. نتكلم على الابعاد الرئيسيه للعربيه، الطول الكلي 4 متر 43 سم، العرض 1 متر 69 سم، اما الارتفاع 1 متر و70 سم، الخلوص الارضي او الارتفاع عن الارض 22 سم، قاعده العجلات 2 متر 68 سم، اقل نصف قطر الدوران 5 متر و20 سم، المسافه بين العجلات الاماميه 1 متر و44 سم، وبين العجلات الخلفيه 1 متر 46 سم. طبعا العربيه بتنزل في مصر في فئتين، فئه الفول اوبشن وفئه الهاي لاين. اللي موجود معانا فئه الفول اوبشن ده بتنزل بجنود 16 على 215 على 65. طيب هي عربيه يعتبر خليط بين الاس يو في والفان. طبعا ما فيش اختلاف ان شكلها حلو وشكل هجومي الى حد ما التويوتا رش. شبات حاده، ديزاين بيعجب ناس كتير. نتكلم على انظمه الامان في العربيه، يمكن نظام الفرامل اي بي اس مع تراكشن كنترول مع بريك اسيست مع نظام الثبات الالكتروني الفي اس سي. يمكن انظمه الايرباجات في العربيه كويسه جدا، في موجود 6 ايرباج، موجود 6 ايرباج للسواق وللراكب وجانبيه والستاره. عربيه 7 راكب. طبعا حجم الشنطه الخلفيه 209 لتر مع امكانيه طيب مقاعد الخلفيه عشان تبقى 609 لتر، طبعا مساحه كبيره جدا. موجود طبعا سنتر لوك، الازاز كهرباء والباور كهرباء، تشغيل محرك بصمه زي ما احنا شايفين كده، حليه في الفتيس 4 غيار اوتوماتيك، طاره هاف مالتي يدوب تحكم في الميديا بس مفيش رد للموبايل، تشغيل عربيه بصمه، الستارت انجن بصمه، تكييف مش دول، تكييف عادي، في تكييف امامي وخلفي مع امكانيه في زرار للتراكشن تعمله اوف تلغي التراكشن كنترول، ازاز امامي وخلفي كهرباء طبعا بدون مرايات ضم في الفئه اللي موجوده معانا. مش موجود في الفئتين اللي نازلين في العربيه فتحه سقف. الفرش قماش زي ما احنا قلنا، في الفئتين برضو قماش، خامات بلاستيك ولكن مقبوله الى حد ما. مساحه خلفيه كويسه مقبوله. موجود في الابواب كاب هولدر وده حاجه كويسه، مساحات تخزينيه كويسه. هنتكلم عن المحرك. عربيه بتنزل ب 1500 سي سي 4 سلندر لاين بتقنيه الدول في تي اي المميزه في تويوتا، بتوفر استهلاك البنزين، وده طبعا بيديني اقصى قدره ليه بالحصان 103 هورس باور عند 6000 ار بي ام، واقصى عزم 136 نيوتن متر عند 4200 ار بي ام، تسارع من 0 ل 100 في 13 ثانيه،
السلاك والوقود على الطرق المفتوحة 6.6 لتر لكل 100 كيلو. عربية دفع خلفي، خزان الوقود 45 لتر. يمكن وزن العربية بالإجمالي بالحمولة 1870 كيلو جرام. عربية طبعا نازل عليها فتيس اوتوماتيك 4 سرعات عادي جدا، بالإضافة إلى طبعا الفوجات الأمامية اللي موجودة في العربية، وحساسات الركن الخلفية والكاميرا الخلفية، والشاشة اللي موجودة بالعربية اللي فيها USB مع AUX مع البلوتوث، والروف راك والسبويرال الخلفي.